قررت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في أقاليم سيدي بن نور وسطاط والجديدة تعليق الدراسة بشكل مؤقت في جميع المؤسسات التعليمية بهذه المناطق. جاء هذا القرار كإجراء احترازي بسبب الظروف الجوية غير المستقرة. وفي بيان صادر عن هذه المديريات تم الإعلان عن تعليق الدراسة بدءاً من عصر يوم الجمعة وحتى يوم السبت في إقليمي سيدي بن نور والجديدة، بينما سيتم تعليق الدراسة يوم السبت فقط في إقليم سطاط. وقد اتخذ هذا القرار بناء على التحذيرات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية وحرصا على ضمان سلامة التلاميذ وكافة أفراد الطواقم التربوية والإدارية، بالإضافة إلى جميع من يرتاد المؤسسات التعليمية. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق مع اللجنة الإقليمية لليقظة والسلطات المحلية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.